حبايبنا طلاب الصف الاول الثانوي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير وكويسين ويوصل لكم ان شاء الله الفيديو ده وانتم بخير وصحه وسعاده. معاكم مستر محمود نصار مدرس التاريخ للثانويه العامه، ومكملين مع بعض ان شاء الله سلسله الفيديوهات اللي بنشرح فيها منهج التاريخ للصف الاول الثانوي. وبدون اي مقدمات يا ابطال، يلا بينا النهارده مع بعض ان شاء الله على رابع درس معانا في منهجنا بعنوان مصر تحت حكم البطالمه. بصوا يا شباب، احنا درسنا النهارده ان شاء الله درس سهل ولذيذ، مش محتاج منك غير قلمك الجميل اللي هتبدا تسجل بيه ورايا كل حاجه، وتبدا كده تفوق لي وتصحصح لي علشان تفهم الدرس معايا. بصوا يا شباب، احنا درسنا النهارده باذن الله هنبدا نتكلم فيه عن مصر تحت حكم البطالمه. ولكن قبل ما اعرفك مين هم البطالمه وحكموا مصر ازاي وغيره، لازم الاول ترجع معايا للدرس اللي فات، درس الحضاره الاغريقيه، الحضاره اليونانيه. فاكر لما جينا اتكلمنا عن مدينه اسمها مدينه مقدونيا، وقلت لك ان احنا عندنا واحد اسمه فيليب المقدوني او فيليب الثاني اللي قدر يوحد كل بلاد اليونان، حتى ان هو ساعتها قال لهم انا بوحدكم علشان اواجه خطر خارجي وهو خطر الفرس. انا عايز اقول لك ان فيليب هيموت وهيمسك من بعده الحكم ابنه الاسكندر زي ما فهمتك في الدرس اللي فات. بس ثواني معلش يا مستر، هو احنا ليه بنتكلم دلوقتي عن الاسكندر واللي حصل في مدينه مقدونيا؟ اقول لك والله لان البطالمه دول هم خلفاء الاسكندر الاكبر في حكم مصر، فلازم الاول ابدا اكلمك عن الاسكندر الاكبر واعرفك هو دخل مصر امتى وازاي وايه الحاجات اللي عملها قبل ما اكلمك عن البطالمه نفسهم. طب ثواني بس يا مستر معلش، هو الاسكندر يعني لما يمسك الحكم بعد ابوه فيليب هيعمل ايه؟ اقول لك والله الاسكندر كان حته شاب عنده 20 سنه وكان متحمس جدا، عنده حلم عايز يحققه. الحلم ده انه يخلي العالم كله وطن واحد، حتى ان انا ساعتها قلت لك ان اول من سعى لتحقيق فكره العولمه هو الاسكندر الاكبر. انا عايز اقول لك ان الاسكندر الاكبر بعد ما يمسك الحكم هيبدا يجهز جيش كبير. ليه؟ علشان يواجه أقوى دولة في العالم في الوقت ده، وهي بلاد فارس أو الفرس يا شباب. الإسكندر الأكبر أول ما يجهز جيشه هيبدأ يتجه ناحية آسيا الصغرى، وهيواجه الفرس هناك لأول مرة ويقدر إن هو ينتصر عليهم، وبعد كده هيجري وراهم ناحية سوريا وينتصر عليهم، ويروح كمان على فلسطين وينتصر عليهم. وهنا الإسكندر الأكبر يقف ويفكر، اروح على بلاد فارس على طول واحارب هناك الفرس واقضي عليهم، ولا ابدا اسيطر على الاراضي التابعه ليهم زي مصر؟ وهنا الاسكندر ياخد قراره، بدل ما يروح على بلاد فارس هيجي ويسيطر الاول على مصر. ايه؟ طب وهيجي الاول يسيطر على مصر ليه يعني يا مستر؟ اقول لك والله لان الاسكندر الاكبر كان عنده جيش كبير، والجيش ده عايز ياكل، فهيبدا يتجه ناحيه مصر ويسيطر عليها الاول علشان يضمن لجيشه مصدر من الغذاء، ودي مهمه جدا. يبقى الاسكندر الاكبر توجه الى مصر ليه؟ تقول لي ليضمن لجيشه مصدر من الغذاء. طب يا ترى يا مستر لما الاسكندر الاكبر يجي على مصر المصريين هيقفوا قدامه ويواجهوه؟ اقول لك لا، ده الاسكندر هيقدر يدخل مصر بدون قتال سنة 332 قبل الميلاد. بس وانا يا مستر معلش، هو ازاي هيدخلها بدون قتال؟ ليه المصريين مش هيواجهوه؟ اقول لك والله لان اصلا المصريين كانوا بيكرهوا الفرس جدا جدا، يعني بسبب كراهية المصريين للفرس. لان الفرس يا شباب لما دخلوا مصر وسيطروا عليها بدأوا يهدوا معابد كتير وبدأوا يفرضوا ضرائب باهظة على المصريين، فالمصريين ما كانوش بيحبوا الفرس. لا وكمان المصريين كانوا يعرفوا الاسكندر وكانوا يعرفوا اليونانيين من قبل كده. مش فاكر في الدرس اللي فات لما قلت لك ان اليونانيين اشتغلوا كجنود مرتزقة في مصر في عهد الأسرة ال26، وكمان عملوا مدن على الطريقة الإغريقية زي مدينة نخراتيم
قراطيس اللي كان قاعد فيها تجار يونانيين. يعني معنى كده المصريين يعرفوا اليونانيين ويعرفوا عاداتهم وتقاليدهم. يبقى تخلي بالك ان الاسكندر دخل مصر ونجح ان هو يسيطر عليها بدون قتال. ايه السبب؟ بسبب كراهية المصريين للفرس ومعرفة المصريين السابقة باليونانيين. خلي بالك بقى ان لما الاسكندر الاكبر دخل مصر كان بيحاول يقرب للمصريين باي طريقة. وهنا الاسكندر الاكبر يعرف حاجة مهمة جدا جدا عننا احنا كمصريين، ان قلبنا مفتاحه الدين. لو دخلت لنا من ناحية الدين تقدر تكسبنا. وهو ده بالفعل اللي عمله الاسكندر. علشان يقرب للمصريين ويحببهم فيه بدأ يلعب على ناحية الدين. فراح على طول الاسكندر وبدأ يظهر ولاءه للمعبودات المصرية، خاصة الاله آمون. حتى احنا هنا في مصر يا شباب سمينا الاسكندر الاكبر بابن الاله آمون. ادينا له لقب ما كناش بنديه لاي حد مش مصري. يعني معنى كده ان الاسكندر الاكبر حصل على لقب لا يحصل عليه الا المصريين. وخلي بالك ان هنا الاسكندر الاكبر استغل الدين لتحقيق اهدافه السياسية. الاسكندر قرب مننا واستغل الدين علشان يحببنا فيه ويخلينا نسمع كلامه ونسكت. يبقى هنا الاسكندر استخدم الدين كوسيلة علشان يحقق بيها مكاسب سياسية. لا وكمان بدأ الاسكندر يعامل المصريين معاملة حسنة، معاملة كويسة. وغير ده كله الاسكندر لما دخل مصر يا شباب ما جاش ناحية النظام الإداري، يعني ما غيرش أي حاجة في النظام الإداري، كل موظف يفضل في مكانه. يعني كمان الاسكندر أبقى على النظم الإدارية في مصر. أنا عايز أقول لك إن الاسكندر لما ضمن خلاص إن المصريين بدأوا يحبوه بدأ يعمل شوية حاجات كده مهمة، ومن أهمها إنه يبني لي مدينة اسمها مدينة الإسكندرية يا شباب. وده طبعا جانب إيه؟ عمراني. طب مستر هو الاسكندر الاكبر هيبني مدينة الاسكندرية فين وليه؟ اقول لك والله الاسكندر هيبني مدينة الاسكندرية على ساحل البحر المتوسط. هيلاقي قرية كده اسمها قرية راقودة، بيقابلها كده هنا جزيرة اسمها جزيرة فاروس. هيبدأ يردم اللي ما بينهم ويعمل مدينة الاسكندرية. طب ثواني بس معلش، هو الاسكندر ليه هيبني مدينة الاسكندرية؟ اقول لك والله علشان 3 اسباب. اول حاجة ان المدينة دي تحمل اسمه، يعني بيبني المدينة دي تخليدا لذكراه. خلي بالك مش مدينة الإسكندرية اللي في مصر هي الوحيدة اللي بناها الإسكندر، لا ده احنا عندنا حوالي 17 مدينة بتحمل اسم الإسكندر، هو اللي وضع أساسهم وبناهم. خلي بالك إن الإسكندر كمان بنى الإسكندرية علشان تكون مركز يقدر من خلاله ينشر الحضارة الإغريقية، يعني ينشر العلوم اليونانية والأدب اليوناني وينشر أسلوب البناء اللي هي الحضارة الإغريقية عموما. وده يا شباب جانب ثقافي. لا وكمان الاسكندر بنى الاسكندرية علشان تكون قاعدة ليه على ساحل البحر المتوسط. الاسطول بتاعه هو ماشي في البحر المتوسط لو احتاج اكل، لو الجنود احتاجوا راحة ييجوا على مدينة الاسكندرية. يعني معنى كده انه برضو بنى مدينة الاسكندرية علشان جانب عسكري، وهي ان هي تكون قاعدة بحرية علشان تدعم الاسطول بتاعه في البحر المتوسط. يبقى كده الاسكندر الاكبر بدأ يبني مدينة الاسكندرية علشان 3 حاجات. اول حاجة تخليدا لذكراه تحمل اسمه. طب والتانية قال لك والله جانب ثقافي علشان يقدر ينشر الحضارة الاغريقية. والتالتة جانب عسكري علشان تكون قاعدة للاسطول بتاعه اللي موجود في البحر المتوسط. خلي بالك بقى ان الاسكندر لما خطط لبناء مدينة الاسكندرية وخلاص الدنيا تمام بدأ يتجه ناحية
الفرس. ليه؟ علشان يهزمهم في بلدهم، في عقر دارهم. وبالفعل يروح الاسكندر الاكبر على العراق ويقدر ينتصر على الفرس هناك، ويروح على مركز دولتهم وهي ايران ويقدر ان هو يهزمهم هناك كمان يا شباب. وخلي بالك بسبب الانتصارات الكبيرة اللي عملها الاسكندر بالاسكندر الاكبر، بسبب الفتوحات والانتصارات العظيمه اللي قدر ينتصر فيها على اعدائه. واوعى تنسى ان الاسكندر لما خلص يا شباب على الحضاره الفارسيه او على دوله الفرس، بدا يتجه بجيشه رايح ناحيه الهند. يعني الاسكندر وقف بجيشه هنا يا شباب على حدود بلاد الهند. خلي بالك ان الدوله الكبيره اللي عملها الاسكندر دي كلها يا شباب هي امبراطوريه موجوده فين؟ في الشرق. يبقى معنى كده امبراطوريه الاسكندر الاكبر كانت فين؟ تقول لي على طول في الشرق. ولكن الحلو ما بيكملش. الاسكندر لما يوصل عند حدود الهند يا شباب يجيله مرض، حمى المستنقعات، درجة الحرارة تعلى ويترعش كده وخلاص يحس ان هو بيودع. فهنا الاسكندر يؤمر الناس اللي معاه ان هم يرجعوه على مدينة بابل. بابل دي في العراق، واخدينها في اول درس في الحضارة العراقية. واول ما الاسكندر يا شباب يوصل على مدينة بابل يموت سنة 323 قبل الميلاد، يعني بعد ما فتح مصر كده بحوالي 10 سنين. دايما ما شاء الله وشنا حلو على كل اللي بيحتلنا. خلي بالكم بقى يا شباب ان الاسكندر لما مات بدأ القادة اللي في جيشه يدوروا على اي حد يحكم الدولة الكبيرة اللي هو عملها. ما لقوش ليه؟ لان الاسكندر اصلا ما كانش عنده عيال. فهنا يقرر القادة اللي موجودين في جيش الاسكندر ان هم يعملوا مؤتمر، اجتماع كده يقعدوا فيه مع بعض علشان يبدأوا يقسموا الامبراطورية الكبيرة بتاعت الاسكندر عليهم. وهنا يطلع يا شباب في المؤتمر ده واحد اسمه بطلميوس بن لاجوس ويقول يا جماعة انا هاخد مصر. وماله يا عم بطلميوس؟ يطلع تاني واحد اسمه سليوقس يقول انا هاخد سوريا والعراق. وماله يا عم؟ يجي عندك تالت واحد واسمه انتيجونس وده يقول انا هاخد بلاد اليونان ومقدونيا، يعني هاخد الجزء الغربي من امبراطورية الاسكندر. ودي مهمة اوعى تنساها بالله عليك. طب مستر انا كده شايف ان مؤتمر بابل ده هو مؤتمر سياسي. اسالك واقول لك انت ليه شايف مؤتمر سياسي يا ابني؟ تقول لي علشان انا كده شايف ما شاء الله ان الاوضاع السياسيه في اكتر من مكان اتغيروا بناء على مؤتمر بابل. اقول لك الله ينور عليك بطل وبتفهم. انت عندك مصر وسوريا والعراق وبلاد اليونان بالكامل كانت تحت حكم الاسكندر، ولكن بعد مؤتمر بابل اصبحت عندك مصر تحت حكم بطلميوس، واصبحت عندك سوريا والعراق تحت حكم سليوقس، واصبحت عندك اليونان ومقدونيا تحت حكم انتيجونس. يعني معنى كده ان مؤتمر بابل غير الوضع السياسي لبعض المناطق، من ضمنها مين؟ تقول لي طبعا من ضمنها مصر. الله ينور يا بطل. ومن هنا هنبدأ بقى نتكلم عن بطلميوس ونبدأ نتكلم عن الدولة اللي عملها لي في مصر وهي دولة البطالمة يا شباب. الدولة اللي هتقوم فيها حضارة اسمها الحضارة الهيلينستية ودي هكلمك عنها كمان شوية. طيب هو البطالمة يا مستر حكموا مصر كده تقريبا قد ايه؟ اقول لك والله البطالمة حكموا مصر حوالي 293 سنة، يعني كده تقريبا 3 قرون. ولكن تخلي بالك انت عندك المدة الكبيرة دي احنا بنقسمها لفترتين. فترة كانت الدولة فيها دولة قوية ومزدهرة وهي دي أول مرحلة، مرحلة القوة والازدهار. والفترة الثانية كانت الدولة للأسف فيها ضعيفة وهي مرحلة الضعف والانهيار. يبقى احنا دلوقتي بنقسم عندنا دولة البطالمة لفترتين، فترة القوة والازدهار ودي المرحلة الأولى، والمرحلة الثانية دي مرحلة الضعف والانهيار. طب بص كده معايا على المرحلة الأولى.
انا عايز اقول لك ان المرحله الاولى بتضم 3 ملوك بس، بطليموس الاول، بطليموس الثاني، وكمان بطليموس الثالث. طب بص كده على اول واحد فيهم وهو بطليموس الاول. انا عايز اقول لك ان بطليموس الاول ده كان راجل عسكري بامتياز، حارب مع الاسكندر الاكبر في كل حروبه تقريبا، يعني بيمتلك مهارة عسكرية. وغير ده كله الاسكندر ده يا شباب كان ليه مكانة اجتماعية. ليه يعني يا مستر كان ليه مكانة اجتماعية؟ اقول لك والله لانه بينتمي لعائلة كبيرة في بلاد اليونان، عائلة مقدونية نبيلة. بطليموس ده يا شباب لما جه على مصر ما لقاش الطريق كده بسم الله مفروش بالورد والياسمين، لا، ده بطليموس لما جه على مصر بدأ يدخل في حروب كتير علشان يثبت حكمه في مصر، وده دليل على امتلاكه للمهارة العسكرية. وهيقدر بطليموس انه ينتصر على كل المنافسين ويعلن نفسه ملك على البلاد سنة 305 قبل الميلاد. وهيبدأ بطليموس يفكر ان هو يتوسع ويعمل امبراطورية بطلمية. يعني معنى كده ان احنا عندنا بطليموس الاول اهتم برضو بالتوسعات الخارجية. الله ينور يا ابطال. خلي بالك ان بطليموس الاول هيبدأ يعمل نظام اداري ومالي في مصر، والمصريين هيحبوه ويلقبوه بالمنقذ. يبقى انت عندك الراجل ده لقب بالمنقذ ليه؟ بسبب اعماله العظيمة والهامة اللي عملها في مصر، واللي من ضمنها ان هو عمل لي نظام اداري ومالي جديد. ويتكل على الله بطليموس الاول ويمسك من بعده الحكم ابنه يا شباب وهو بطليموس الثاني. انا عايز اقول لك ان بطليموس الثاني كان شبه ابوه جدا، حتى ان احنا ممكن نقول عليه من شابه اباه فما ظلم. المقولة دي بنطبقها على الملك بطليموس الثاني. طب ليه يعني؟ اقول لك والله لان بطليموس الثاني عمل نهضة كبيرة في مجالات كتير في مصر، من ضمنها المجال الاقتصادي وكمان المجال الثقافي. يعني ثواني كده، بطليموس الاول مع بطليموس الثاني بيهتموا عندك بالايه؟ بالمجالات الاقتصاديه. واحد عمل لي نظام اداري ومالي، وواحد عمل لي نهضه في المجال الاقتصادي. لا وكمان بطليموس الثاني بدا يهتم برضه بالتوسعات الخارجيه زي ابوه. هيبدا يبعت الجيش بتاعه شرق مصر ناحيه شبه الجزيره العربيه والبحر الاحمر يا شباب، وهيبدا يبعت جيشه لافريقيا كمان. طب ليه ده كله يا بطليموس؟ قال لك والله علشان انا عندي اهداف عايز احققها، اهداف اقتصادية، اهداف عسكرية، اهداف سياسية. علشان كده يا شباب مصر في عهد بطليموس الثاني كانت عبارة عن امبراطورية قوية في مختلف المجالات. يبقى دلوقتي بطليموس الثاني شبه بطليموس الاول في اكتر من حاجه، من ضمنها الاهتمام بالمجال الاقتصادي والاهتمام بالتوسعات الخارجيه. طيب يموت بطليموس الثاني فيمسك من بعده الحكم بطليموس الثالث. يا دي بطليموس اللي ما بيخلصش ده، زي محمد 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 محمود في الاخر. ولكن تخلي بالك ان انت عندك بطليموس الثالث كان راجل محب للعلم والثقافة، راجل عنده اخلاق كده وادب. الراجل ده من كتر حب المصريين ليه سموه بالخير او الصالح. طب ده ليه يعني يا مستر؟ اقول لك والله لان في سنة من السنين منسوب المية في نهر النيل هيقل، فالناس مش هتلاقي تاكل ومش هتلاقي تدفع الضرائب للدولة، فيطلع بطليموس الثالث ويؤمر بإسقاط الضرائب المفروضة على الناس. لا وكمان يؤمر ان الدولة تفتح الصوامع بتاعتها علشان المصريين يبدأوا ياخدوا منها الحبوب الغلة. يعني معنى كده ان الراجل ده اهتم بأمور العامة، يعني بأمور الطبقة الفقيرة. طب هو ده ما بيفكركش بحد؟ ما بيفكركش بسولون اللي حكم عند أثينا لما قلت لك ان سولون امر برضه باسقاط الضرائب؟ لا وكمان انت عندك سولون كان محب للعلم والثقافه، والدليل على كده ان هو لما حكم مدينه أثينا حكمها يا دوب سنه واحده وسابها وخد عهد على الناس اللي فيها وقال لهم انا رايح لمصر. ليه؟ علشان اتعلم من انجازاتها ومن حضارتها. يبقى معنى كده
ان انا عندي بطليموس الثالث يتشابه مع سولون في ايه؟ تقول لي على طول بالاهتمام او في الاهتمام بامور العامة اللي هي الطبقة الفقيرة، وكمان بيتشابهوا في إسقاط الضرائب، وبيتشابهوا في الاهتمام بالعلم والثقافة. خلي بالك ان المصريين في عهد بطليموس الاول وعهد بطليموس الثاني وعهد بطليموس الثالث كانوا بيتعاملوا معامله مش ولا بد، يعني كان البطالمه بيعاملوهم بتكبر وبتعالي كده شويه، وهنعرف الكلام ده واحنا بنتكلم في الحياه الاجتماعيه. ولكن يموت بطليموس الثالث ويمسك من بعده الحكم ابنه وهو بطليموس الرابع. انا عايز اقول لك ان ببدايه حكم بطليموس الرابع تبدا معانا المرحله الثانيه في دولتنا يا شباب، وهي مرحله الضعف والانهيار. يعني معنى كده مرحله القوه بطليموس اول وثاني وثالث، من اول بطليموس الرابع تبدا معانا مرحله الضعف والانهيار. يعني معنى كده نقدر نقول على بطليموس الرابع ان هو حلقه وصل ما بين مرحله القوه والازدهار وما بين مرحله الضعف والانهيار. طب ثواني بس يا مستر معلش، هي ليه الدولة هتبدأ تنهار في عهد بطليموس الرابع؟ ليه الدولة هتبدأ تدخل في حالة من الضعف؟ أقول لك والله ده بسبب تدخل القوى الخارجية في شؤون مصر، وأكتر ناس كانوا بيتدخلوا في شؤوننا في الفترة دي يا شباب هم الرومان، الإمبراطورية الرومانية اللي هنبدأ نتكلم عن حضارتها إن شاء الله في الدرس اللي جاي. يبقى بطليموس الرابع حلقة وصل ما بين مرحلة القوة والازدهار والضعف والانهيار. ويموت بطليموس الرابع ويمسك من بعد الحكم مين يا حلوين؟ بطليموس الخامس، مش محتاجة كلام. ولكن بطليموس الخامس ده كان لسه حتة عيل صغير يا دوب عنده 7 سنين، فاحنا محتاجين حد يساعده في الحكم، محتاجين حد يكون واصي عليه، يقعده حتى على كرسي الحكم ويبدأ يقول له تعمل ايه وما تعملش ايه. وهنا بالفعل البطالمة هيختاروا واحد يا شباب اسمه أجاسكوليس، أجاسكوليس أو جاسوكليس على طول. أنا عايز أقول لك إن جاسوكليس ده هيبدأ يشغل البلد حرفيا لحسابه علشان يحقق مكاسب ليه سواء سياسية أو اقتصادية أو غيره. وهتبدأ مصر يا شباب للأسف تنهار سياسيا واقتصاديا، وتبدأ تخسر دولة البطالمة اللي كان مركزها مصر كل ممتلكاتها في الخارج. يعني معنى كده فقدت مصر جميع ممتلكاتها الخارجية في عهد مين؟ في عهد بطليموس الخامس. طب انهارت البلاد سياسيا واقتصاديا في عهد بطليموس الخامس بسبب ايه يا ترى؟ اقول لك هنا بسبب سوء اختيار المعاونين او سوء اختيار الاداره. لان جاسوكليس ده بدل ما يساعد بطليموس الخامس ويقول له تعمل ايه وما تعملش ايه، بدا يشغل الدوله كلها لحسابه. يبقى هنا ده كان بسبب سوء اختيار الايه يا شباب؟ الاداره او المعاونين. واوعى تنسى ان كده مصر خسرت ممتلكاتها في الخارج مرتين، مره في عهد الفراعنه لما اتكلمنا عن اخناتون وقلت لك ان مصر فقدت ممتلكاتها الخارجيه في الوقت ده بسبب ثوره اخناتون الدينية، ومرة في عهد بطليموس الخامس، والمرة دي كان بسبب سوء اختيار المعاونين. ويموت بطليموس الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والعاشر وال11 لغاية ما نوصل لبطليموس ال12، ودي مش عندك في الكتاب فاصحى لي فيها بعد إذنك. بطليموس ال12 ده يا شباب كان عنده عيلين، واحد اسمه بطليموس ال13 وواحد تاني اسمه بطليموس ال14، وكان عنده بنتين مش عايز منهم غير كليوباترا السبعة. ده يا مستر هو كان في كليوباترا اولى وتانية؟ واركن الحتة دي على جنب. المهم يموت عمك بطليموس ال12 فيمسك من بعده الحكم ابنه اللي هو بطليموس ال13. كليوباترا السبعة تسكت؟ تقول لا، تطلع كليوباترا السبعة وتشترك في حكم مصر مع مين؟ مع بطليموس ال13. يبقى دلوقتي اللي هيمسك الحكم مين؟ تقول لي على طول بطليموس ال13 وكليوباترا السبعة. انا عايز اقول لك ان كليوباترا السبعة مش هترتاح لاخوها بطليموس ال13،
فهتدخل معاه في حرب، وهيقف في الحرب دي مع كليوباترا السبعة واحد اسمه يوليوس قيصر يا شباب. مين يوليوس قيصر ده؟ ده كان الامبراطور الروماني. يعني معنى كده ان يوليوس قيصر هيقف مع كليوباترا السبعة في حربها ضد اخوها بطلميوس ال13، وبالفعل يموت بطلميوس ال13 غرقا في مدينة الاسكندرية. من هنا يمسك الحكم بطلميوس ال14. كليوباترا السبعة تسكت؟ لا، ده تروح ليوليوس قيصر وتقول له بعد ما بطلميوس ال13 مات، بطلميوس ال14 اخويا هو اللي مسك الحكم. فهنا يطلع عمك يوليوس قيصر ويقف مع كليوباترا السبعة ويخليها تحكم مصر مع اخوها اللي هو بطلميوس ال14. وده ان دل يا شباب بيدل على تدخل الرومان في شؤون مصر الداخلية. واوعى تنساها علشان مهمة. انا عايز اقول لك ان بعدها بشوية كليوباترا هتتخنق من اخوها بطلميوس ال14. هتعمل ايه؟ هتقتله. بجد والله؟ والله هتقتله. طب ليه؟ لان كليوباترا السبعة كانت اتجوزت من يوليوس قيصر وخلفت منه ولد، وعايزاه هو اللي يحكم بدل اخوها بطلميوس ال14. فعلشان كده هتموت اخوها بطلميوس ال14. ولكن حظ كليوباترا السبعة ما يمشيش زي ما هي عايزة. ليه؟ لان اللي كان بيقف معاها وبيساعدها في كل حاجة اللي هو يوليوس قيصر هيتقتل. هيحصل له عملية اغتيال تعتبر من اهم عمليات الاغتيال في التاريخ كله. اركنها على جنب، مش مشكلتي دلوقتي. المهم بعد ما يوليوس قيصر يتقتل يا شباب، تطلع كليوباترا السبعة وتعرف قائد روماني اسمه أنطونيوس. اسمه يا شباب أنطونيوس. كليوباترا السبعة عرفته علشان عايزة تحقق حلمها. ايه هو حلمك يا كليوباترا؟ حلمي ان انا احكم العالم كله، احكم روما ومصر والعالم كله. يبقى بعد ما اتقتل يوليوس قيصر على طول تطلع كليوباترا وتتحالف مع واحد اسمه أنطونيوس، تتجوزه وتخلف منه. مش عايزين القصة دي كلها. المهم لما تتحالف مع أنطونيوس يطلع قائد روماني تاني اسمه أكتافيوس. ما يعجبهوش الوضع ده يا شباب، فتقوم حرب ما بين كليوباترا السبعة وأنطونيوس ضد مين؟ ضد أكتافيوس. المعركة دي احنا بنقول عليها معركة أكتيوم البحرية. وفي المعركة دي ينهزم أنطونيوس يا شباب فينتحر. فتطلع كليوباترا السبعة وتقول انا كده خلاص ما بقاش ليا عيش، وتروح جايه هي كمان منتحره. وبكده تنتهي معانا الدوله اللي هي شباب الدوله الايه؟ البطلميه. يبقى معنى كده ان اخر ملوك دوله البطالمه كانت كليوباترا السبعة. كليوباترا السبعة انتحرت ليه؟ بسبب هزيمه انطونيوس في معركه اكتيوم البحريه. وبكده يا شباب تبقى مصر تحت حكم أكتافيوس وتتحول إلى ولاية رومانية. يبقى تاني بقى كده يا شباب، كليوباترا السبعة مسكت الحكم مع بطلميوس ال13، دخلت في حرب معاه وهوب غرق فين؟ في الإسكندرية. يطلع يوليوس قيصر ويساعدها علشان تحكم مصر مع أخوها بطلميوس ال14. كليوباترا السبعة تعمل إيه في أخوها؟ على طول تقتله. طب ليه تقتله؟ علشان عايزة ابنها من يوليوس قيصر هو اللي يحكم، ولكن يوليوس قيصر يتقتل. فتطلع على طول كليوباترا وتعرف مين؟ تعرف على طول واحد اسمه أنطونيوس يا شباب. أنطونيوس يدخل في حرب ضد مين؟ ضد أكتافيوس. المعركة دي بنقول عليها ايه؟ أكتيوم البحرية. تخلص المعركة دي بايه؟ بهزيمة أنطونيوس. فيقرر أنطونيوس الانتحار. كليوباترا تعمل ايه؟ تنتحر هي كمان. وبكده ينتهي معانا حكم دولة البطالمة وتتحول مصر إلى ولاية رومانية. صعب لغاية هنا يا باشا؟ اللهم لك الحمد، الدنيا تمام. طب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن الحضارة اللي عملها البطالمة هنا في مصر يا شباب. أنا عايز أقول لك إن الحضارة اللي عملها البطالمة في مصر إحنا بنقول عليها الحضارة الهيلينستية.
مستر انت قلت لي الكلمه دي من شويه وعديتها، يعني ايه حضاره هيلينستيه؟ اقول لك والله الحضاره الهيلينستيه هي عباره عن ميكس، كوكتيل ما بين الحضارات الشرقيه اللي هي حضاره مصر وغيرها، وما بين الحضارات الغربيه اللي هي حضاره بلاد اليونان او الاغريق. برضه يا مستر مش فاهم حاجه، يعني ايه ميكس ما بين الحضارتين؟ يعني مثلا نجيب الالهه اللي بنعبدها في بلاد الاغريق في اليونان والالهه اللي بنعبدها هنا في مصر وندمجهم ونطلع دين جديد وآلهة جديدة تكون هي الآلهة والدين بتاعة الحضارة الهيلينستية. نجيب مثلا أسلوب البناء، الأسلوب اللي بنبني بيه في بلاد اليونان والأسلوب اللي بنبني بيه هنا في مصر، وندمج الأسلوبين دول مع بعض نطلع أسلوب بناء جديد وشكل معماري جديد يكون هو الشكل بتاع الحضارة الهيلينستية. يبقى الحضارة الهيلينستية كده زي ما فهمتك عبارة عن ميكس كوكتيل ما بين حضارات الشرق وما بين حضارات الغرب. أنا عايز أقول لك إن أول واحد ابتدع الفكرة دي هو الإسكندر نفسه يا شباب. الإسكندر لما جه مصر ودخلها لقى مصر حضارتها عظيمة جدا، ما مصر أم الحضارات. هيبدأ الإسكندر الأكبر هو اللي يعمل على دمج الحضارتين، دمج الحضارة الشرقية اللي هي مصر ودمج الحضارة الغربية اللي هي حضارة بلاد الإغريق أو حضارة بلاد اليونان. وهيبدأ الإسكندر الأكبر علشان يحقق فكرته دي يا شباب يبدأ إن هو يفتح أبواب الشرق قدام المهاجرين اليونانيين. يعني ايه؟ يعني يجيب اليونانيين يقعدهم هنا في مصر وفي بلاد الشرق عموما، يعني يوطن الاجانب. كلمة توطين الاجانب دي يا شباب معناها تسكينهم، بيجيبهم ويسكنهم هنا في مصر وفي بلاد الشرق عموما علشان يعمل الحضارة الجديدة بتاعته وهي الحضارة الهيلينستية. وهيبدأ كمان الاسكندر الاكبر يهتم بالجانب العمراني، يبني لي مدينة زي مدينة الإسكندرية علشان تكون هي المركز اللي يقدر من خلاله ينشر الحضارة الهيلينستية. خلي بالك إن الحضارة الهيلينستية اللي عملها الإسكندر الأكبر هتفضل مكملة في عهد دولة البطالمة، والحضارة دي هتبدأ تستفيد من الحضارة المصرية وغيرها من حضارات الشرق. ودلوقتي هنبدأ إن شاء الله نعرف جوانب الحضارة الهيلينستية بقى. نبدأ نتكلم عن الأحوال السياسية في عصر البطالمة، الأحوال الدينية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية والفكرية كمان. وأول حاجة من جوانب الحضارة الهيلينستية هنبدأ نتكلم عنها يا شباب هي الحياة السياسية. يعني هنبدأ نعرف نظام الحكم أيام دولة البطالمة. أنا عايز أقول لك إن البطالمة من ساعة ما دخلوا مصر من أيام بطلميوس الأول وهم شايفين إن هم ورثوا مصر دي عن الفراعنة. لذلك الحكم أو نظام الحكم أيام البطالمة هيكون حكم ملكي. يعني إيه حكم ملكي؟ يعني سيطرة الفرد على الحكم. الفرد اللي هو المقصود به الملك البطلمي يا شباب. خلي بالك ان الملك البطلمي هيكون من حقه تقريبا ان هو يتملك كل شيء في مصر. الملك البطلمي هيكون في ايده كل السلطات، تشريعية وتنفيذية وقضائية ودينية كمان. وده دليل على ان نظام الحكم ايام البطالمة معرفش الفصل بين السلطات. انا عايز اقول لك ان الملك البطلمي هيبدأ يساعده وزير للمالية علشان يبدأ يشوف الفلوس اللي داخلة واللي خارجة، وكبير القضاة كمان. طيب شكرا الأحوال السياسية. تعال نبدأ نتكلم عن الأحوال الاقتصادية. أحوال اقتصادية يعني إيه؟ يعني الشغل اللي بيشتغلوا المصريين أيام البطالمة كانوا بيشتغلوا برضو في الزراعة والصناعة والتجارة كمان. ولكن تخلي بالك إن أنت عندك هنا البطالمة هيبدأوا يطبقوا نظام في الاقتصاد اسمه نظام الاحتكار. يعني ايه نظام الاحتكار؟ يعني السيطرة. واخده انت قبل كده في ثالثه اعدادي لما كنت بتتكلم عن محمد علي وخلفاء محمد علي وغيره. انت عندك دولة البطالمة هتبدأ تسيطر على الاقتصاد، هتسيطر على الزراعة وعلى الصناعة وعلى التجارة. يعني البطالمة هم اللي هيكونوا مسؤولين عن كل حاجة في الاقتصاد المصري. طب مستر هو ليه البطالمة هيسيطروا على كل حاجة في الاقتصاد؟
اقول لك والله علشان يأثروا في سياسات العالم. الدولة لما تكون دولة قوية اقتصاديا تقدر تأثر على غيرها من الدول. يعني معنى كده ان انت عندك البطالمة حاولوا يأثروا في سياسات العالم من خلال ايه؟ تقول لي على طول من خلال السيطرة على الاقتصاد. تعال بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن زراعة وصناعة وتجارة، ونبدأ نعرف البطالمة لما طبقوا نظام الاحتكار الثلاث مجالات دول ازدهروا ولا لأ، وهل هم اهتموا بيهم ولا لأ. أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها يا شباب هي الزراعة. أنا عايز أقول لك إن البطالمة هيهتموا بالزراعة بشكل كبير جدا جدا. طب ليه؟ قال لك والله لأن الزراعة دي هي الركيزة الأولى للاقتصاد المصري. يعني إيه؟ يعني الزراعة دي هي أساس الاقتصاد. ما احنا عندنا أصلا الحضارة بتاعتنا حضارة زراعية، نهر النيل وأراضي فيضية خصبة، وده كله ساعدنا على الزراعة. لذلك أول ما هيجي البطالمة هيعتمدوا على الزراعة بشكل أساسي في الاقتصاد المصري، وبسبب اعتمادهم على الزراعة هيبدأوا يهتموا بالزراعة في كل حاجة تقريبا. أول حاجة هيبدأوا يعملوا نظام ري ويشقوا قنوات علشان يوصلوا مية نهر النيل للأراضي الزراعية، وكمان هيبدأوا يعملوا جسور علشان الفيضان يا شباب ما يغرقش الأراضي. يعني معنى كده إن البطالمة هنا يا شباب الملاحظ إن هم اهتموا بالمشروعات المائية. لا وكمان البطالمة يا شباب زي ما هو واضح قدامنا بدأوا يهتموا بنهر النيل بشكل خاص. واوعى تنسى الكلمتين دول، ادام وفرت ميه يبقى انت اكيد هتبدا تزود مساحه الاراضي الزراعيه، وده بالفعل اللي البطالمه عملوه. بداوا يستصلحوا كثير من الاراضي يا شباب. وخلي بالك الحته دي احنا بنقول عليها توسع افقي، ما تنساهاش. كلمة توسع أفقي معناها إن أنا بزود مساحة الأراضي الزراعية، أما توسع رأسي معناها إن أنا بزود الإنتاج اللي جاي من الأراضي الزراعية. يبقى كده البطالمة اهتموا بمشروعات الري، بدأوا يستصلحوا مساحة من الأراضي. خلي بالك بقى إن هم بدأوا يستخدموا وسائل ري حديثة المصريين يعني ما كانوش يعرفوها في الوقت ده، زي مثلا السقية أو حاجة اسمها الطنبور. وبدأوا كمان يهتموا بزراعة الحبوب يا شباب زي القمح وزي الذرة وزي الشعير. وخلي بالك إن الحبوب دي هي غذاء للسكان، يعني بنحاول نعمل إيه؟ أمن غذائي. يبقى حاول البطالمة أو قام البطالمة بتحقيق الأمن الغذائي عن طريق الاهتمام بالحبوب الغذائية زي القمح والذرة والشعير. بدأ كمان البطالمة يا شباب يتبع نظام الدورة الزراعية. يعني إيه؟ يعني يزرعوا الأرض أكتر من مرة في السنة الواحدة. طب ده ليه؟ قال لك والله ده علشان تخلي عندك تنوع في المحاصيل وتحافظ على جودة الأرض وخصوبتها كمان. لا وغير ده كله بدأ عندك البطالمة يدخلوا أنواع جديدة من الفاكهة يتزرع هنا في مصر وفي شمال أفريقيا، زي مثلا العنب، التين، الرمان، وكمان المشمش. ده كله يا شباب بيوضح لنا قد إيه البطالمة اهتموا بالزراعة. وخلي بالك ممكن يجي لك عليها سؤال مقالي بصيغة دلل. طيب الأراضي بقى اللي كانت بتتزرع كانت ملك مين؟ أقول لك والله البطالمة قسموا ملكية الأراضي الزراعية ل5 أنواع. أول نوع وهي أراضي الملك. هو أنا مش من شوية لسه قايل لك إن البطالمة اعتبروا نفسهم ورثوا مصر عن الفراعنة؟ أنا عايز أقول لك بقى إن كل الأراضي اللي كانت ملكة للفراعنة أصبحت ملك للملك البطلمي. يبقى كل أراضي ملوك الفراعنة أصبحت ملك لمين؟ ملك للبطالمة. ليه؟ لأن البطالمة كانوا بيعتبروا نفسهم هم ورثة الفراعنة. طيب تاني حاجة قال لك والله عندك تاني حاجة الأراضي المقدسة، باينة من اسمها أراضي ترتبط بالجانب الديني.
دي الأراضي يا شباب اللي كان بيديها الملوك للمعابد، يا إما تكون أراضي للكهنة نفسهم، يا إما تكون أراضي يتصرف منها على المعابد، يبقى أراضي مخصصة للإنفاق على المعابد. عندك ثالث نوع وهي أراضي الإقطاعات العسكرية. يعني ايه؟ يعني عبارة عن حتة من الأرض بيديها الملك البطلمي للجنود المرتزقة. كلمة جنود مرتزقة معناها جنود بيحاربوا علشان الفلوس، فهنا البطالمة هيبدأوا يدوهم أراضي مقابل إن هم يحاربوا معاهم في الجيش بتاعهم يا شباب. يبقى أراضي الإقطاعات العسكرية هي عبارة عن أراضي ادها عندك ملوك البطالمة لمين؟ تقول لي للجنود المرتزقة. ليه؟ علشان يستفيدوا من خبراتهم العسكرية، ودي مهمة برضو يا شباب. عندك بعد كده أراضي الهبات. ايه هي اراضي الهبات؟ دي الاراضي اللي كان بيديها الملوك البطالمه منح كده، هدايا، بنديها لمين؟ لكبار الموظفين. ليه؟ قال لك والله لضمان ولائهم، وكمان علشان نبدا نقدرهم، يبقى تقدير الموظفين. واخر حاجه هي اراضي المدن. انت عندك مدن اتبنت على الطريقه الاغريقيه، زي مثلا مدينة نقراطيس، زي مثلا مدينة الإسكندرية، زي مثلا مدينة بطليميس. انت عندك كل المدن دي كانت محتاجة تتوسع، فهنا البطالمة يبدأوا يدوا المدن دي أراضي علشان تبدأ تتوسع. يبقى أراضي المدن هي عبارة عن أراضي تم تخصيصها لمين؟ أقول لك للمدن اللي كانت بتتبني على الطريقة اليونانية، زي اسكندرية، نقراطيس، وبطليميس كمان يا شباب. طيب ادينا دلوقتي اتكلمنا عن الزراعة بالكامل، عرفنا ازاي البطالمة اهتموا بيها، وكمان اتكلمنا عن ملكية الأراضي الزراعية. تعال بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن الصناعة. أنا عايز أقول لك إن الصناعة كانت مزدهرة جدا أيام دولة البطالمة. أصلا البطالمة لما دخلوا مصر يا شباب بدأوا اعتمدوا على الصناعات المصرية القائمة. هنا في مصر يا شباب كان في صناعات كتير من أيام الفراعنة. لما البطالمة دخلوا مصر بدأوا يعتمدوا على الصناعات اللي المصريين كانوا بيصنعوها في الاقتصاد المصري. زي مثلا ايه؟ زي مثلا صناعة الفخار والزجاج. وطبعا انا عارف صناعة فخار يبقى بيئة فيضية، صناعة زجاج تبقى بيئة صحراوية. كمان صناعة الجلود، التعدين وقطع الأحجار، كمان صناعة المنسوجات، كمان صناعة الورق من نبات البردي. طب مستر في هنا صناعة الزيوت انت سبتها. اقول لك خلي بالك ان صناعة الزيوت دي ادخلها البطالمة لمصر، لان صناعة الزيوت اللي كانوا مهتمين بيها جدا ومتخصصين فيها هم الاغريق اليونانيين. يبقى معنى كده ان انت عندك البطالمة اعتمدوا على الصناعات المصرية القائمة بالفعل، زي مثلا صناعة الورق من نبات البردي، فخار وزجاج، منسوجات، جلود، تعدين، قطع احجار وغيره. الصناعة اللي دخلها البطالمة هي صناعة الزيوت. طيب تعال نبدأ نتكلم دلوقتي عن التجارة. أنا عايز أقول لك إن التجارة ازدهرت جدا جدا أيام البطالمة، سواء تجارة داخلية أو حتى تجارة خارجية. طب إيه السبب يعني يا مستر معلش؟ أقول لك والله السبب في كده حاجتين، وأول عامل يا شباب هو عامل جغرافي، وهو موقع مصر المتميز. انت عندك مصر موقعها بالنسبة للحضارات اللي قامت في العالم القديم مهم جدا جدا ومتميز جدا جدا. فهنا البطالمة هيبدأوا يستغلوا موقع مصر في ازدهار التجارة يا شباب. وكمان تاني عامل أدى إلى ازدهار التجارة هو إن النشاط الزراعي والنشاط الصناعي كانوا مزدهرين. فمعنى كده إن إحنا عندنا محاصيل وعندنا صناعات نقدر نصدرها ونكسب منها.
كلها. يبقى انت عندك التجارة ازدهرت بسبب كام حاجة؟ حاجتين. اول حاجة الموقع الجغرافي وهو موقع مصر، وتاني حاجة وهو ازدهار الزراعة والصناعة. لا وكمان يا شباب هيبدأ عندك البطالمة يهتموا تقريبا بكل النواحي التجارية، كل التفاصيل الصغيرة اللي تساعد التجارة على الازدهار. البطالمة هيبدأوا يعملوا موانئ، مكان تقف فيه السفن سواء على البحر الأحمر أو حتى على البحر المتوسط. هيبدأ عندك البطالمة يعملوا ترسانات لصناعة السفن. ترسانة دي يعني ورشة كده صغيرة لصناعة السفن، وده دليل على اهتمامهم بالنقل البحري يا شباب، اوعى تنساها بالله عليك. وكمان هيبدأ عندك البطالمة يعملوا منارات زي منارة الإسكندرية. المنارة يا شباب هو عبارة عن بناء بالشكل ده، بيكون موجود فيه هنا فوق نار كده بتولع بالليل علشان ترشد السفن بالليل. هنا مدينة الإسكندرية يا شباب تعالوا. يبقى أنت عندك المنارات دي كانت مهمتها إرشاد السفن. وكمان هيبدأ عندك البطالمة ينظموا شؤون الجمارك اللي هي الضرائب اللي بياخدوها على السلع. وكمان هيبدأ عندك البطالمة يعملوا حاجة تسهل التبادل التجاري، وهي سك العملة. يعني هيكون عندنا عملة يا شباب. وخلي بالك ان البطالمة بيختلفوا عن الفراعنة في الحتة دي، لان احنا ايام الفراعنة ما كانش عندنا عملة، ولكن مصر عرفت سك العملة من ايام البطالمة. شفنا من شوية عملة معدنية مرسوم عليها الملك بطليموس الثاني يا شباب، لو احنا جينا نتكلم عنه اهو اهي. يبقى انت عندك العملة دي كانت لتسهيل العمليات التجارية، وده كله دليل على ان البطالمة كانوا بيهتموا بالتجارة. خلي بالك ان التجارة كانت مقسومة لداخلية والخارجية زي ما قلت لك من شوية، والاتنين كانوا مزدهرين. لو جيت ابص على التجارة الداخلية هلاقي ان البطالمة يا شباب هم اللي سيطروا عليها، يعني احكموا الرقابة على الاسواق. بدأوا يبصوا على الاسواق ويبدأوا يعرفوا ايه السلع اللي بتتباع وايه السلع اللي ما بتتباعش، وكل سلعة تمنها قد ايه. ولو لقى او البطالمة لقوا ان في سلعة سعرها غالي، كان بيبدأ البطالمة يتدخلوا في تحديد السعر ده، خاصة في المنتجات اللي كان البطالمة بيسيطروا عليها بسياسة الاحتكار بتاعتهم. واوعى تنسى ان تحديد الاسعار ده دائما بيكون في مصلحة المستهلك اللي هو اللي بيشتري يعني. طيب التجارة الخارجية ظروفها، اقول لك والله كانت مزدهرة هي كمان، بسبب ان البطالمة كانوا بيعملوا موانئ على البحر الاحمر من المتوسط. وكانت مدينة الاسكندرية في الوقت ده يا شباب هي اكبر الموانئ في العالم القديم كله. طيب تعالى بعد كده نبدأ نتكلم عن الحياة الدينية. أنا عايز أقول لك إن البطالمة من أيام بطليموس الأول وهم عارفين إن مفتاح قلب المصريين في الدين، زي الإسكندر الأكبر بالظبط. لذلك أول ما هيجي يا شباب بطليموس الأول هيبدأ يقدم القرابين للآلهة المصرية. يعني أول حاجة عملها بطليموس زي أول حاجة عملها الإسكندر، وهي إيه؟ تقديم الولاء للمعبودات المصرية يا شباب. وهيبدأ عندك بطليموس الأول يقرب كده من المصريين بطريقة تانية. هيبدأ يرجع للمصريين تماثيل كان الفرس استولوا عليها أيام ما كانوا محتلين مصر. يعني بيوري المصريين إن هو خايف عليهم وخايف على تراثهم، بيحاول يقرب للمصريين بأي طريقة علشان ما يعملوش أي ثورة عليه، بيتجنب ثوراتهم يا شباب. وهيبدأ عندك البطالمة يعملوا معابد كتير خاصة في صعيد مصر، زي معبد إدفو، معبد دندرة، معبد فيلة. والمعابد دي كلها هتكون على الطراز المصري. يعني معنى كده يمكن رؤية الطراز المعماري المصري في دولة البطالمة في نقط تقول لي على طول في المعابد. وممكن يقول لك مثلا حافظ البطالمة على الطراز المصري في العمارة في بناء نقط، تقول لي برضو في بناء المعابد. انا عايز اقول لك ان البطالمة في المعابد اللي بنوها دي كلها كانوا بيصوروا نفسهم وهم لابسين لبس الفراعنة وبيقدموا
قرابين للآلهة المصرية. وبكده تخلص برضو الحياة الدينية. طيب تعال نبدأ نتكلم بعد كده عن رابع حاجة معانا، وهي الحياة الاجتماعية. حياة اجتماعية يا شباب المقصود بيها الطبقات اللي موجودة في المجتمع، المقصود بيها العادات والتقاليد، المقصود بيها معاملة البطالمة للمصريين. دي كلها هتكلم عنها في الحياة الاجتماعية. ولكن لازم تخلي بالك ان انت عندك البطالمة من ساعة ما دخلوا مصر يا شباب وهم بيحاولوا يعملوا الدولة بتاعتهم على أسس شرقية، ولكن يحطوا التاتش بتاعهم ويصبغوها بالصبغة اليونانية. يعني بيحاولوا يدمجوا ما بين الحضارة الغربية اللي هي اليونانية وما بين الحضارة الشرقية اللي هي الحضارة المصرية. وعلشان يعملوا ده كله يا شباب بدأ البطالمة يظهروا قدام المصريين على انهم حكام وطنيين. يعني بدأوا يظهروا قدام المصريين على ان هم مصريين زيهم، يحسسوا المصريين ان ايام الفراعنة رجعت من تاني. ده كله علشان يقربوا المصريين ليهم. وبدأ كمان عندك اليونانيين علشان يعملوا الدولة بتاعتهم دي بدأوا يجيبوا الأجانب يا شباب ويقعدوهم هنا في مصر، سواء بقى اللي جايين من بلاد اليونان كلها أو اللي جايين حتى من مدينة مقدونيا. يعني برضو عملوا زي ما عمل الإسكندر الأكبر، توطين إيه يا شباب؟ الأجانب. الله ينور. طيب خلي بالك بقى، البطالمة كانوا بيجيبوا الأجانب دول يا شباب علشان يعتمدوا عليهم كأعوان مخلصين ليهم في تكوين دولتهم. البطالمة ما كانوش بيثقوا في المصريين، فبدأوا يجيبوا الأجانب علشان يعتمدوا عليهم في الوظائف العليا ويعتمدوا عليهم في تكوين الدولة اللي هم كانوا عايزين يعملوها. وكمان الناس الأجانب اللي جايين دول معاهم رؤوس أموال، معاهم فلوس هيبدأوا يشغلوها في الاقتصاد، وهيبدأ عندك البطالمة يعتمدوا على خبرة الأجانب دول في الأساليب الاقتصادية ونظم التجارة. يعني معنى كده ان البطالمة وطنوا هنا الأجانب في مصر علشان ايه؟ علشان يعتمدوا عليهم في الجهاز الإداري اللي هي الوظائف يا شباب، ويعتمدوا عليهم في الجانب الاقتصادي. اوعى تنسى بالله عليك كل حاجة بقولها لك. طيب تعالى بقى دلوقتي نبدأ نتكلم عن الطبقات اللي كانت موجودة في المجتمع المصري يا شباب أيام دولة البطالمة. أنا عايز أقول لك إن المجتمع المصري كان مقسوم ل3 طبقات، طبقة عليا وسطى وطبقة دنيا. الطبقة العليا دي يا شباب هي اللي فيها اليونانيين عموما أو اللي جايين من مدينة مقدونيا بالتحديد، يبقى المقدونيين أو اليونانيين. ودول البطالمة بدأوا يشجعوهم إن هم يجوا يستقروا هنا في مصر، وبدأ البطالمة يعتمدوا على الطبقة دي في الوظائف العليا يا شباب، وبدأوا يدوهم منح وبدأوا يدوهم هبات وهدايا وغيره. طب باشا هو أنت كمصري كنت تقدر تكون من الطبقة العليا؟ تقول لي لا. ليه؟ لأن أصلك مصري، إنما دول كانوا يا إما مقدونيين يا إما يونانيين. يعني معنى كده إن الطبقة العليا كانت بتعتمد على الأصل الإيه؟ الأصل العرقي. أنت من اليونان أو من مدينة مقدونيا اتفضل اطلع على الطبقة العليا. أما بقى عندك الطبقة الوسطى يا شباب فدول اليهود اللي كانوا موجودين في الإسكندرية وعاملين جالية، مجتمع صغير كده، وكانوا بيشتغلوا نفس شغلانة البنوك النهاردة. بيبدأوا يقدموا قروض، يشتغلوا عندك في الأعمال المصرفية، يبدأوا يشتغلوا في التجارة. فده خلى لليهود وضع متميز، ادهم مكانة في المجتمع. يعني معنى كده اليهود كان لهم وضع اجتماعي مميز بسبب ايه؟ تقول لي بسبب النشاط الاقتصادي او بسبب سيطرتهم على رؤوس الاموال. الناس دي كانت هي اللي مسيطره على الفلوس، والدليل على كده ان هم كانوا بيشتغلوا في الاقراض، يعني يسلفوك فلوس وياخدوها منك 10 اضعاف. ما هو يهودي يا ابني.
اما بقى الطبقه الثالثه يا شباب او الطبقه الدنيا، فدول للاسف كانوا المصريين اهل البلاد يا عيني والاغلبيه الساحقه، ودول كانوا هم اساس الاقتصاد المصري يا شباب. ليه؟ لان هم كانوا الايدي العامله، كانوا هم اللي بيشتغلوا في الزراعه او الصناعه او التجاره. يعني معنى كده ان احنا عندنا عمال الانشطه الاقتصاديه يا شباب كانوا في الطبقه الدنيا وفي الطبقه الوسطى كمان. ليه؟ لان انت عندك اليهود كانوا بيشتغلوا في التجاره، ودي من الانشطه الاقتصاديه. يبقى عمال الانشطه الاقتصاديه ايام البطالمه كانوا طبقه وسطى يهود يشتغلوا في التجاره، وطبقه دنيا مصريين يشتغلوا عندنا في الزراعه وفي الصناعه. طب مستر، هو اليونانيين اصلا عملوا المصريين ازاي؟ والله قلت لك من شويه، من ايام بطلميوس اول وتاني وتالت كان المصريين بيتعاملوا معامله فيها تكبر، كان اليونانيين بيعاملونا بتعالي شويه. ولكن من ايام بطلميوس الرابع يا شباب بدا الوضع يتغير شويه، بدات الدوله تعامل المصريين معامله حلوه، وبدا عندك المصريين يتعينوا في وظائف اعلى ما كانوش بيتعينوا فيها ايام بطلميوس الاول او الثاني او حتى الثالث. يعني معنى كده المصريين بداوا يدخلوا الجهاز الاداري للدوله من ايام مين؟ من ايام بطلميوس الرابع. وبدأ عندك المصريين يتشكل منهم فئتين، فئة المحاربين، بدأ يظهر عندنا جنود مصريين يكونوا أو يشتركوا في الجيش اللي عملوا عندك البطالمة، وكمان فئة الموظفين، لأن المصريين بدأوا يشتغلوا في الجهاز الإداري. فعلشان كده يا شباب بدأ المصريين يتعلموا اللغة اليونانية. ليه؟ لأن هي اللغة اللي كانت موجودة في الجهاز الإداري. يعني إيه في الجهاز الإداري؟ يعني في الوظائف ساعتها يا شباب. يبقى أنت عندك معاملة المصريين بدأت تتحسن شوية. إمتى؟ تقول لي من أيام بطلميوس الرابع. طب هل بقى يا ترى كان فيه أي تواصل ما بيننا وما بينهم، تواصل اجتماعي يعني؟ أقول لك بالتأكيد البطالمة اتأثروا بينا بشكل كبير جدا 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 يا شباب، لدرجة إن البطالمة اتعلموا اللغة المصرية وبدأوا يعبدوا الآلهة المصرية، وكمان بدأوا يتخذوا أسماء مصرية، وبكده خلصت الحياة الاجتماعية. آخر حاجة بقى معانا وهي الأحوال الثقافية والفكرية. خلي بالك ان البطالمة اهتموا بالعلم جدا 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 يا شباب، لدرجة ان مدينة الاسكندرية تفوقت على مدينة أثينا. ايه ده؟ مدينة الاسكندرية عندنا تفوقت على أثينا في العلوم؟ اقول لك وبدأ عندك العلماء اليونانيين يجوا عندك على مصر يا شباب، وخاصة على مدينة الاسكندرية. وبدأ عندك البطالمة يهتموا اكتر واكتر بالتعليم، فعملوا جامعة الاسكندرية وعملوا مكتبة الاسكندرية. ده كله هيكون له دور مهم في ازدهار العلوم والثقافة في عهد دولة البطالمة، خاصة في مدينة الاسكندرية. طب ايه هي يا ترى اهم العلوم اللي ازدهرت في مدينة الاسكندرية في الوقت ده؟ اقول لك والله انت عندك علم زي علم الفلك. العلم ده علم مهم جدا جدا يا شباب، وقدر العلماء في الوقت ده ان هم يدرسوا احجام الشمس والقمر والارض كمان. واهم عالم في الوقت ده في علم الفلك هو عالم رياضي اسمه ارسترخس. مستر، هي الاسماء دي احنا هنحفظها؟ ما تقلقش، هتكون كده كده موجوده معاك في ورقه المفاهيم وانت داخل الامتحان. وكده كده ان شاء الله على صفحتنا على الفيسبوك بننزل ورقه كده بيكون موجود فيها اهم العلماء واهم الشخصيات بتاعت المنهج كله، فما تقلقش. طيب تاني حاجه عندك يا شباب هو علم الرياضيات اللي معقد الكل تقريبا. من اشهر علماء الرياضيات في الوقت ده يا شباب في مدينه الاسكندريه عندنا اقليدس، مستر احمد حمدي. اقليدس ده هو اللي حط كتاب الاصول في مجال الهندسه الرياضيه. وكمان عندنا واحد اسمه ارشميدس، وده كان صاحب قانون الطفو اللي انتوا خدتوه في العلوم في ثالثه اعدادي. يبقى انت عندك من اشهر علماء الرياضيات اقليدس، ارشميدس. اللي عمل كتاب الاصول اقليدس، وما تنساوش ده مهم. طيب عندك بعد كده علم الطب.
انا عايز اقول لك ان البطالمه اهتموا جدا جدا بعلم الطب، وتقدم عندهم علم التشريح والجراحه. طب مستر، تشريح وجراحة يعني ايه؟ يعني يبدأوا يعرفوا الأعضاء الداخلية اللي موجودة في جسم الإنسان، يبدأوا يعملوا تجارب، يبدأوا يشوفوا العلاج وهكذا. واللي ساعدهم أكتر وأكتر في التشريح والجراحة هو إن بطليموس الثاني عمل حديقة حيوان يا شباب. بطليموس الثاني عمل حديقة حيوان، فده ساعدهم في التشريح والجراحة؟ ليه؟ علشان بدأوا يستخدموا عندك الحيوانات دي كتجارب، يبدأوا يشوفوا العلاج ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش وهكذا. خلي بالك ان من اشهر علماء الطب في الوقت ده يا شباب واحد اسمه هيروفيلوس. الراجل ده هو اللي اكتشف الدورة الدموية، واستخدم أداة يقدر يقيس من خلالها سرعة النبض اللي هو دقات القلب. يبقى انت عندك دلوقتي الطب كان البطالمة بارعين فيه. عندك الطب ده قدر علماء الإسكندرية ان هم يوصلوا لحاجات مهمة في التشريح والجراحة. اللي ساعدهم على كده ان بطليموس الثاني عمل حديقة حيوان في الإسكندرية. وخلي بالك ان حديقة الحيوان دي برضو ساعدت على تطور علم الحيوان، التجارب اللي هم عملوها ساعدتهم في كده. عندك بعد كده علم كمان وهو علم الجغرافيا. علم الجغرافيا كان مهم جدا جدا ايام البطالمه، وبدا عندك او جامعه الاسكندريه بدات عندك تهتم جدا جدا بالعلم ده، وخرج من جامعه الاسكندريه جغرافيين مهمين جدا جدا قدروا ان هم يوصلوا لنظريه دوران الارض حول الشمس، ان الارض تدور حوالين الشمس. وفي الوقت ده يا شباب النظريه دي كانت عباره عن ثوره حرفيا. وكمان قدروا ان هم يقيسوا محيط الكره الارضيه، يعني يعرفوا مساحه الكره الارضيه. عندك كمان علم التاريخ وده مهم جدا. وخلي بالك بقى ان انت عندك جامعة الاسكندرية هتخرج لنا مؤرخ مصري مهم اسمه مانيتون. الراجل اللي هيقدر يأرخ تاريخ مصر ل 30 أسرة، يعني يسجل تاريخ مصر الفرعونية كله ل 30 أسرة يا شباب، وهو التاريخ اللي احنا لغاية النهاردة ماشيين عليه، وعرفنا الكلام ده في الترم الأول. أو كمان تخلي بالك ان مانيتون هيكتب التاريخ ده يا شباب باللغة اليونانية ما تنساهوش. وآخر حاجة معانا يا شباب وهي الأدب. الادب اللي هو الشعر، النثر، النصوص، الحاجات اللي احمد ابو ريا بيعقدك بيها دي. انا عايز اقول لك ان الادب في الوقت ده يا شباب كان متفوق جدا 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 على الادب اليوناني، لدرجه ان احنا سمينا الادب في عصر دوله البطالمه باسم الادب السكندري. وده دليل على تفوق مدينه الاسكندريه في كل العلوم سواء ادب بقى او غيره. طب خلي بالك ان من اهم الانجازات اللي عملناها في مجال الادب يا شباب في الوقت ده ان احنا نشرنا الشعر بتاع هوميروس، ملاحم هوميروس اللي هي الإلياذة والأوديسا. وقلت لك ساعتها ان انت عندك ملاحم هوميروس دي يا شباب هي اللي بيعود لها الفضل في نشر التراث الثقافي البطولي لبلاد الايه؟ اليونان. اهي الحاجات دي يا شباب اتنشرت هنا من مدينة الاسكندرية، وكمان بيرجع لنا الفضل في مدينة الاسكندرية في نشر تاريخ هيرودوت. وبكده اللهم لك الحمد نكون خلصنا درسنا على خير. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد يا ابطال، دمتم موفقين.